الشخص اللي قدامكم ده قدر يقعد 11 يوم من غير نوم، وما كانش يعرف ايه العواقب اللي هيقابلها في خلال ال 11 يوم دول. قصة النهاردة عن راندي كراندر، الشخص اللي قدر يقعد 11 يوم من غير نوم. كراندر شارك في مسابقة هو وصحابه في مشروع علمي. المسابقة ديت كان في معرض العلوم للثانوية في سانتياغو، وده النشاط اللي كان مشارك فيه راندي، وهي تجربة عدم النوم، هو انه يقعد اكتر فترة من غير نوم ويكون هو الشخص الوحيد اللي عمل التجربة دي. راندي كان مشارك في المسابقة ديت وكان مفكر ان هي سهلة ومش هيحصل له حاجة، ولكن ما كانش يعرف ان المسابقة دي هتكون صعبة عليه. ومن شروط المسابقة لو راندي حقق الرقم القياسي هياخد مبلغ مادي ضخم هو وصحابه. في بداية التجربة راندي ما حصلوش أي حاجة، كان الوضع طبيعي ومفيش أي مشاكل، لكن بعد اليوم الأول والتاني الأعراض بدأت تظهر. وطبعا أول مشكلة ظهرت عليه هو عدم قدرة اللمس، ودي كانت أول مشكلة من بداية المسابقة. في اليوم التالت بدأ مزاجه يتغير، يعني مرة نفسيته تكون كويسة ومرة يكون متعصب جدا وشوية حزين ومكتئب، يعني كل ساعة أو ساعتين بيكون بمود مختلف، وده على حسب الدكاترة اللي كانت مراقبة حالته اللي كانوا قاعدين معاه طول فترة المسابقة. وفي اليوم الرابع بالتحديد بدأت حالة راندي تسوء أكتر وأكتر، وبدأ يفقد توازنه في المشي وحركة إيده. حركة جسمه كانت بطيئة جدا وكان بيتحرك بحركة غريبة. وفي اليوم الخامس بدأ راندي يعاني من الهلوسة الواضحة، وبدأ يتخيل ناس بتدخل عنده ويتكلم معاها، وفي الأصل مفيش حد موجود معاه أصلا. بدأ يتخيل حاجات غير منطقية جدا، وضع عنده بقى جنوني، وكمان ما كانش بيفتكر الأحداث اللي حصلت معاه في الأيام الأخيرة. نقدر نقول إن هو عنده شبه انفقاد للذاكرة، وده كان في اليوم الخامس والسادس، لكن المشاكل والأعراض تراكمت عليه اكتر واكتر لحد اليوم ال11. وراندي على مدار التجربه كان معاه باحثين بيراقبوا حالته، وفي اليوم ال11 الباحثين اللي معاه كانوا بيقولوا ان ملامح وشه ما كانتش بتدي اي تعبير، بقى وضعه خطير جدا، والنطق عنده بقى صعب، قدراته الذهنيه تراجعت بشكل كبير. والخبر الكويس ان هو بعد التجربه ديت نام 14 ساعه متواصله، والخبر السيء ان حصل عنده ارق في النوم، واقصى حد كان بينامه في اليوم 3 ساعات او ساعتين، ونومه كان متقطع، وكمان مفيش حد وصل للرقم ده ولا حد هيقدر يوصل له. وبسبب التجربة دي دخل موسوعة جينيس لأكتر شخص قدر يقعد لمدة طويلة ل 11 يوم من غير نوم، لكن لسوء حظه بعد ما دخل موسوعة جينيس بعدها بشهر شالوا اسمه من القايمة، شالوا اسمه من الموسوعة أصلا بعد ما شافوا الأضرار اللي حصلت له، ولغت الأرقام القياسية بتاع السهر وقلة النوم وشالتها نهائي. بس كده احنا وصلنا لنهاية قصة النهاردة. استنى رأيكم في الكومنتات، وكمان تشترك في القناة لو أول مرة تشوفني، حط لايك للفيديو، تعمل شير لأصحابك، وبس كده. أشوفكم في فيديو جديد، وسلام يا زبون.